عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقنا بقى من الاكل اللي بياخد وقت ومجهود كبير. هنعمل مع بعض النهارده سندوتشات شاورما. بجد احلى طريقه هتعملوا بيها الشاورما السوري هي الطريقه دي. اول حاجه هنقطع مع بعض، سواء عندكم صدور او وراك، هنقطعها بالشكل الطولي ده. بيبقى مش شرايح رفيعه قوي عشان تبقى جوسي كده في الساندوتش، هتبقى حلوه جدا. استخدمت نص كيلو صدور الفراخ، انا بفضلها اكتر. هنجهز بقى التتبيله بتاعتنا. عندنا فصين توم مفرومين وليمونه. هنا بقى عندنا ورق لورا، وعندنا مرقه كنور، ربع معلقه شطه، ربع معلقه كمون، نص معلقه سكر. تمام. وعندنا ملح، وعندنا فلفل معالق صغيرة، برضو معلقة صغيرة من كل حاجة. وعندنا بابريكا وتوم باودر وبصل باودر معالق صغيرة مليانة من كل واحدة. وعندنا هنا كزبرة جافة. وعندنا هستخدم برضو منها نص معلقة صغيرة. وعندنا كاتشب، وعندنا صويا صوص، وهناخد نص علبة زبادي، وعندنا الزيت، وعندنا خل. هاخد منهم معلقتين كبار من كل حاجة. هعيد معاكم تاني: 2 معلقة زيت كبار، معلقتين كبار خل، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. وعندنا هنا واحدة ورق لورا، وربع معلقة شطة، ربع معلقة كمون. وفي الاخر هقطع معاكم مرقة كنور، هاخد نصها. عندنا هنا نص معلقة مليانة توم باودر، ونص معلقة مليانة بصل باودر، يعني تقريبا معلقة صغيرة من كل حاجة منهم. يعني الحاجات دي بتبقى بترجع لكم بقى على حسب انتوا بتحبوا التست بيبقى قوي في انهي نكهة يعني. وخدنا هنا برضو معلقة بابريكا صغيرة. هنا عندنا معلقة صغيرة مليانة توم مفروم. تمام. وعندنا الكزبرة الناشفة، هاخد منها برضو نص معلقة صغيرة. عندنا كمان معلقة كاتشب كبيرة، بتبقى طعمها حلو جدا وكل التوابل مع الزيت مع الخل بيدي هشاشة للفراخ، بيبقى طعمها حلو جدا. ومعلقة كبيرة صويا صوص. بجد احسن طريقة هتعملوا فيها الشاورما، يعني قريبة جدا لطعم اللي بره، بس طبعا في البيت انضف بكتير. خدنا نص علبة زبادي، تقريبا معلقتين كبار. هنا بقى عندنا مرقة دجاج كنور، هاخد نصها. خدوا بالكم ما تكتروش ملح، لان احنا استخدمنا المرقة بتبقى مملحة، عشان ما يطلعش معاكم الشاورما تبقى مملحة شوية. فخدوا بالكم بس من الملح بالذات. هننزل بقى بقطع الدجاج اللي عندنا، اللي احنا مقطعينها شرايح طولية زي ما قلت لكم. حابين تستخدموا وراك تمام. انا هنا فضلت الصدور، حتى في الشيش بفضل برضو الصدور، بس حسب انتوا ما بتحبوها. هقلبهم بقى كويس جدا. واخر حاجة عندنا حطيت النص ليمونة. تمام. هسيبهم بقى في التتبيلة مش اقل من ساعة. هنا بقى هنبدأ عندنا الخضار اللي هنحطه مع الشاورما. الطاسة سخنة، هحط فيها معلقتين زيت. عندنا هنا بصل وطماطم متقطع شرايح. هنزل الأول بالبصل، هشوحه لأن الطماطم كده كده مش بتاخد وقت. هديله تشويحة خفيفة برضو، مش هسيبه يتهرى، لأن هو في الساندوتش مع الشاورما بيبقى فيه لسه سنة القرمشة دي، هيبقى قريب للجوسي في نفس الوقت، يعني هو بين البنين كده. هديله بقى تشويحة كده، وهنزل بعدها برشة السكر ورشة فلفل اسود. هنا بقى خلاص انا وصلت للون اللي انا عايزاه. هنزل بقى بالطماطم عشان تتشوح برضو معانا. خلاص انا كده عايزاهم بس كده خلاص. هشيلهم بقى في طبق على جنب. وفي نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها البصل والطماطم، هحط بس فيها معلقة زيت واحدة. وهنزل بقطع الفراخ اللي عندنا. والطاسة طبعا سخنة، لان احنا عايزين الفراخ ما تنزلش مية خالص. تمام. هي كده خلاص يعتبر استوت. هنزل بقى
بالبصل والطماطم اللي احنا شوحناه مع بعض. هديلهم كده تقلبتين، والنار هقللها شوية صغيرين جدا، وهسيبهم بس يتشربوا كده من بعض. وخلاص كده بقى عندنا احلى شاورما تاكلوها بجد. يلا بقى هنا عندنا عيش سوري، وعندنا الخيار المخلل اللي احنا عملناه مع بعض، وعندنا فرايز هنا بطاطس حط عليها توابل بطاطس، وعندنا طحينة عملتها برضو معاكم قبل كده، وعندي هنا صوص الريزو كان متاح عندي. ممكن تستخدموا بديل ليه، تعملوا صوص كاتشب على مستردة على مايونيز وشطة، معلقة شطة، هيبقى حلو جدا وهيبقى قريب من نفس الطعم. وتزودوا عليه مثلا بقدونس متقطع. تمام. انا هنا حطيت بقى شاورما، وحطيت من الفرايز، وحطيت من الصوص اللي عندي، وكمان قطعت الخيار الشرايح طولية كده زي ما انتوا شايفين. رصيتهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في جنب العيش. تمام. كمان هقفله معاكم وهوريكم انا بقفله ازاي. باجي من عند الجناب وبعمل الحركة دي عشان الحشو بتاع الساندوتش ما يطلعش منه. هضغط عليه بقى كويس جدا وانا بلفه عشان اعرف اتعامل معاه لما اجي احمصه في الصينية. تمام. خلاص كده بقى تمام. هتأكد بقى ان جميع الاتجاهات وجميع الجوانب بتاعته متقفلة كويس جدا. يلا بينا نعمل واحد تاني مع بعض. هنحط كمية كويسة جدا برضو من الشاورما، وهنحط شوية فرايز كده، وننزل بقى بالصوص الفظيع اللي عندنا ده. زي ما قلت لكم ليه بديل وليه بدائل اخرى كتير، ممكن نستغنوا عن حاجة ونحط حاجة بدلها. ونحط الخيار المخلل اللي عملته معاكم، هتلاقوه موجود الفيديو بتاعه. تمام. لو متاح عندكم كابوتشي هيبقى حلو جدا. هقفله برضو بنفس الطريقة. هقفل من الجناب كويس واتأكد ان الحشو بتاعي جوه الساندوتش، ونتك عليه ونضغط عليهم كويس جدا وانا بلفه. خلصنا بقى الكمية اللي عندنا. هندهن بقى صينية كده مستطيلة برضو عشان اعرف احط الساندوتشات فيها كويس جدا. هدهنها بس بمعلقة زيت كده. خلاص هنا برضو النار متوسطة، وهدي فرشة كده على وش الساندوتشات. هتتحمص بسرعة جدا من جميع الجوانب بقى. هقعد الف فيها كده. تمام. شكلهم تحفة. هقعد اقلب فيهم لحد ما ياخدوا من جميع الجوانب ان هما خلاص بقى كلها نفس اللون. هقطع بقى ساندوتش معاكم. بجد احلى تتبيلة واحلى طريقة هتاكلوا فيها ساندوتشات وهتبطلوا تجيبوها فعلا من بره. تحفة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.